السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى هنعمل حاجة جميلة، مفيش أحلى ولا أجمل من كده. يعني هنعمل معاكم الحواوشي الاسكندراني اللي كلنا بنحبه وكلنا بنشتريه من بره. لا، احنا هنعمله في البيت بمنتهى السهولة ومش مكلف خالص، يعني بنص كيلو دقيق هنعمل كمية الحواوشي ديت كلها. هنعمل معاكم وهنسويها في الطاسة، وهنسوي معاكم في الفرن. يعني هعمل معاكم كل الحاجات اللي انت بتحبيها وكل الحاجات السهله اللي انت تحبي تعمليها في البيت، ما تشتريهاش كده من الشارع. يعني بص الجمال، بص الحلاوه، بص السوا بتاعها جميل ازاي. يعني مفيش اجمل ولا احلى من كده. طريقتها سهله جدا وسواها اسهل واسهل. يعني هتلاقي معايا كده كل حاجه جديده. لو اول مره تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسيش بقى في الاشتراك عشان تشوفي معايا كل جديد. بسم الله ونبتدي كده مع بعض. بسم الله ونبتدي مع بعض. معانا ان احنا دلوقتي هنعمل ايه، هنعمل مقادير الحواوشي. معانا اول حاجه معلقه من الخميره الصغيره. يعني هتجيبي كده حوالي نص كيس الخميره، معلقه صغيره بس. نحط كده ربع معلقه من الملح. هنحط معلقتين من السكر. ومعانا كوبايه ميه، احنا هنحط نصها ونشوف كده العجينه هتعمل ايه معانا. معانا نص كيلو من الدقيق. انا بستعمل نوع الدقيق دوت حلو قوي، اسمه حبوبه، نوع حلو لكل الاغراض. نبدا ان احنا نلف بقى العجينه كده مع بعض. احنا طبعا عاوزينها عجينه يعني تكون ماسكه كده بعضيها. فاحنا هنشوف كده هي تاخد معانا ميه قد ايه. كده حطينا كوبايه ونص من الميه. نحط كده ايه مقدار لحد لما نشوف هتاخد معانا قد ايه ميه، واقول لكم كده ايه في اخر العجنه هي خدت معانا ميه قد ايه. احنا دلوقتي ايه نعجنها كده بقى بايدينا عشان تطلع معانا كده مظبوطه. نحط كده معانا حوالي معلقتين كده من الزيت. زيت بس كده يكون نباتي، يعني يكون كده ريحته حلوه. خلاص كده العجينه اتلمت معانا، احنا لميناها بكوبايه ونص من الميه. كده خلاص دهنا كده ايدينا زيت ولمينا كده العجينه. خلاص كده هي اتلمت معانا بكوبايه ونص من الميه بس كده. حطيها بقى كده في طبق، وحاولي ان انت تغطيها كده باي حاجه، وهنسيبها لمده ساعتين. وبعد الساعتين نبدا بقى ايه نشكلها كده ونبدا نعمل معاكم الحواوشي. دلوقتي احنا هنتبل اللحمه اللي معانا ديت. انا كنت فرمه عليها بصلايه كده صغيره، وكنت مقطعه عليها قرن فلفل، وكنت حطاها في الفريزر. دلوقتي برضو احنا هنتبلها مع بعضينا كده تتبيله تانية عشان هي ما كانش عليها بصل كتير. فنحط عليها كده معلقه بصلايه كده كبيره، عشان هو الحواوشي بيحب يعني يكون فيه بصل كتير. عندنا برضو قرنين كده فلفل، انت بقى عاوزاه حراق عاوزاه بارد حابه ما انت عاوزه. ومعانا معانا التوابل. معانا نص ملح، نص فلفل اسمر، نص معلقه صغيره من البهارات، ربع معلقه قرفه، ربع معلقه جنزبيل. القرفه والجنزبيل دولت بصراحه بيخلوا طعم كده للحواوشي جميل جدا. احنا هنحط كده كل التوابل عليها. نبدا ان احنا نعجنها كده مع بعضها.
خلاص كده هي اتقلبت مع بعضها، التوابل كلها في قلب بعضها. هنبدأ بقى ان احنا نجيب كده العجينة معانا ونبدأ نفرد فيها كده الحواوشي. خلاص العجينة خمرت معانا زي ما انت شايفة، هي ما خدتش معانا ساعة، لان طبعا الجو حر واحنا في الصيف. يعني لو في الصيف بتقعد ساعة ويمكن اقل من ساعة، لكن في الشتاء بتقعد ممكن ساعتين، عشان طبعا بيبقى الجو ساقعة. خلاص كده نعمل ايه، نبل بقى ايدينا كده من الزيت، نبدأ ان احنا نلم كده العجينة كده. خلاص اهيت. نعمل ايه بقى، نبدأ ان احنا نقطعها. بصي العجينة بتمط معانا ازاي، يعني فيها عرق، يعني العجينة نجحت معانا. نبدأ ان احنا بقى نشكلها كده ونقطعها. النص كيلو، نص كيلو من الدقيق، يعني حوالي كده 3 كوبايات وربع او 3 كوبايات كده ونص من الدقيق، يعمل معانا حوالي من 7 كده ل8 رغيفة كده. قطعها كده يعني كلها كده مقاس واحد كده. يعني احنا عاوزينها كده ولا كبيرة ولا صغيرة، عشان متبقاش كبيرة معانا جامد وتاخد معانا سوا جامد، لان طبعا اللحمة بتبقى نية فلازم تستوي معانا حلو، فمش عاوزين الرغيف يبقى كبير قوي. احنا نعمله كده صغير، يعني حوالي من 120 جرام كده، حوالي يعني هو 120 جرام حلو. يعمل لنا كده رغيف كده وسط، ولا كبير ولا صغير. تعمل معاكي بقى هي في منتهى السهولة، وعجينتها مش صعبة ومش مكلفة. هي مية وخميرة كده زي ما قلت لك. هنعملها بقى نخلصها كلها. خلاص كده احنا عملنا معانا الكور كده بتاعه الحواوشي. هم عملوا معانا كام، عملوا معانا 9 رغيفه كده من الحواوشي، وحجمها حلو ومش وحش يعني، ولا صغيره كده ولا كبيره. حجمها بصراحه كده حلو، هينفعنا كده في الحواوشي. فهنعمل ايه دلوقتي، نبدا ان احنا نبل ايدينا كده من الزيت. نبدا ان احنا بسم الله كده نبدا نحط الحواوشي. يعني الاول المفروض ان احنا ايه، نفتح كده الحواوشي كله عشان نبدأ نحط كده الكور بتاعة اللحمة مرة واحدة، وبعد كده نبدأ ان احنا نحط كده نقفلها مرة واحدة برضو. بس كده بالمنظر ده، لسه ما عملناش فيه اي حاجة اهي. احنا مدينا زيت عشان ايه، عشان متحاولش كلمة تلزق في ايدينا. يعني توسطني كده الكور اللحمة اللي انت هتحطيها، حاولي ان انت كده توسطنيها في رغيف كده الحواوشي. طريقته سهلة مش صعبة، حاجة كده جميلة كده، وتغيير كده عن العيش اللي هو العادي اللي بتعملي فيه. هتجربيه وهيعجبك طعمه جدا. زي ما قلت لك كده حسب الكمية اللي انت عاوزاها. احنا عملنا نص كيلو من الدقيق، يعني 3 كوبايات ونص، عملوا لنا ايه 9 ترغيفة، يعني حلوين مش وحشين. لو انت بقى حابه ان انت تعملي كميه كبيره، هتعملي كيلو دقيق يعمل لك حوالي ممكن من 18 رغيف، ممكن 20 رغيف. دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نقفلها كده عليها. دلوقتي خلاص احنا حطينا كميه اللحمه كلها اهي. نبدا ان احنا نقفل عليها كده الرغيف. لازم تقفلي كده كويس عشان
ما يفتحش منك وانت بتقليه. جيبي الجنب ده كده على الجنب ده، جنب كده على الجنب ده، تقفلي كده كله مع بعضه. هي العجينه عشان ارتاحت معاكي فهتلاقيها سهله ان انت تبدا تتلم معاكي بالمنظر ده كده. طبعا انت بعد ما عملتيها كده الغرفه فسبتيها 10 دقايق كده ترتاح معاكي عشان تتلم معاكي كده بسهوله. ده تاخدش معاكي ثواني. اهم حاجه ان انت بس تكوني جايبه نوع دقيق كده يكون برده حلو عشان تبقي ضامنه كده ان هو يديكي عرق كده معاكي في العجينه. كده خلاص قفلنا اهيت الكميه. نبدا بقى ان احنا كده نسويها كده مع بعض الطريقه اللي هقولك عليها. حطي كده رشه كده من الزيت وتبداي بقى ان انت تبططيها. احنا هنعمل طريقتين، هنعمل الطريقه اللي هي في الطاسه وهنعمل الطريقه اللي احنا هنحطها في الفرن، واوريكم الطريقتين كده هنعملهم ازاي. كده خلاص احنا عملنا الطريقه اللي هي في الطاسه. نبدا بقى ان احنا نعمل اللي هي هنحطها كده في الفرن. نبدا كده نفردها كده. كده خلاص هنفردهم بقى كلهم. نبدا ان احنا بقى نحطهم في الفرن ونقلي اللي هنعملها في الطاسه. كده خلاص الحواوشي استوى معانا. ده رغيف الحواوشي اللي احنا عاملينه في الطاسه عملته معاكم، ودوت اللي احنا عملناه في الفرن. بصراحه يعني الاتنين اجمل من بعض، شكلهم كده ولا ريحتهم بقى كده حاجه مفيش اجمل ولا احلى من كده. يعني ريحتهم كده تجيب اخر البيت، حاجه كده جميله هتعمليها كده هتعجبك جدا. بصي يعني كميه النص كيلو الحواوشي اللي احنا كمية دقيق، يعني نص كيلو من الدقيق. بصي عملنا كمية قد ايه، يعني تقدري كده ان انت تعمليها غدوة كده حلوة، عشوة حلوة. يعني مفيش اجمل ولا احلى من كده حاجة هتعمليها. اعمليها بقى على الطريقة كده ديت هتعجبك جدا، وهتقولي ان انا مش هعمل الحواوشي غير بالطريقة ديت. يعني مفيش اجمل ولا احلى من كده. اللحمة مستوية وكمان العيش كده مستوي كده وجميل. طعمه بقى وريحة كده جميلة جدا. طعمها حلوة قوي وريحتها حلوة قوي. جربيها بقى على الطريقة ديت. لو عجبك الفيديو ما تنسانيش بقى في لايك، ما تنسانيش في الاشتراك عشان الصفحة تنجح وتكبر وتشوفي معايا كل جديد. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.